من الدعوات المستجابات والتي نصت عليها الروايات: إذا دعا إنسان لإنسان، إذا دعا مسلم لمسلم، أو دعا مسلم لغيره بالهداية على سبيل المثال، فإنها يستجاب له. منها على سبيل المثال الحصر: دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده، خاصة دعوة الأم، دعوة الأم. ودعوة المسافر، دعوة إيه؟ المسافر للمقيم، وقد طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على أن الفاضل لا حرج أن يطلب الدعاء من المفضول، لا حرج في هذا. وأيضا دعوة الصائم له دعوة مستجاب. هذه دعوات يعني من الدعوات التي يستجاب لها، يعني نحرص عليها، نكثر منها لرفع البلاء، لقضاء الحوائج والحاجات. والدعاء إنما هو بين قوسين كده هو من أجل العبادات. الدعاء هو، حصره النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هناك رواية الدعاء مخ العبادة لا تصح، إنما الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.